في حتة نايقة آخر الحارة، في بيت قديم الكل بيبعد عنه. البيت مش بس مهجور، كأنه سايب أسراره ومش عايز حد يقرب. الجيران دايماً يحكوا عن أصوات في الليل، خطوات، همسات، وضحك أطفال بيجي من العدم. أحمد رغم خوفه دايماً بيحب المغامرات، وشجاعته بتغلب أي رهبة. ليلة سودة قرر يروح يشوف البيت بنفسه. وقف قدامه، قلبه بيدق جامد وعينه على الباب المتهالك. خشب متكسر، طلاق متقشر، والريح بتولول من كل فتحة كأنها بتحذره. دخل والبوابة صرخت صرير عالي: مين جاي هنا؟ مين جاي يضيع معانا؟ الهوا جوه البيت رطب تقيل، ريحة عفن ومية راكدة تخلي الواحد يقشعر. الممر طويل، حيطانه متشققة، وأرضية خشبها بيرن مع كل خطوة كأنها بتحكي أسرار الماضي. وفجأة سمع خطوات ورا الباب، خطوات صغيرة، حد بيجري بيضحك ضحك بريء. وبعد يا رب يدخل الجنة كل من يدعى إعجاب واشتراك ويستغفر الله في التعليقات. ثانية اختفى. أحمد اتجمد، قلبه وقع. قبل ما يرجع خطوة سمع همس واطي من الضلمة: انت جيت، دلوقتي هتشوف كل اللي اتدفن هنا وكل اللي اتساب ساكت. البيت اهتز، الأصوات حواليه بتكبر، الحوائط كأنها بتنفتح، والهواء بارد بيدخل كل ركن. الأرضية تحته خبطت كأن البيت نفسه بيحاول يمنعه يكمل. أحمد حس مش لوحده، في حد بيتفرج عليه، في حد مستنيه. أحمد وقف ثواني، شد نفس عميق وحاول يقنع نفسه إن اللي حاسس بيه مجرد خوف. خطوة والأرض تصوت تحته كأنها بتهمس بسخرية: إيه لسه فاكر نفسك هتطلع؟ الممر كان ضيق، الهوا تقيل، وفي آخره باب خشب قديم متآكل متشقق، والصدى حواليه بيقول: ارجع. ريحة عفن ضربت صدره، ريحة موت قديم، والباب كان كأنه بيتنفس. أحمد مد إيده ودفع، والصوت اللي طلع نص صرخة بني آدم ونص خشب بيتكسر من الودع. الأوضة ضلمة، بس في ركن بعيد نور خافت زي عين مفتوحة. قرب شاف كتاب قديم مبلول وعليه خطوط حمرة، مش حبر، دم ناشف. الصفحات بتتقلب لوحدها وصوت واطي يقول: اقرأ. وفجأة طفل صغير ظهر، هدومه مبلولة وعينيه سودة فاضية. قال بصوت يكسر القلب: كلهم دخلوا وكلهم سكتوا، وإحنا فضلنا هنا مستنيين اللي ما يسكتش. أحمد لف وشاف وشوش كتير، كبار وصغيرين، واقفين، مش أحياء ومش أموات. البيت اهتز، الضحك عالي، والطفل همس: السكوت كان ذنبهم، وانت اختبارنا الجديد. والكتاب نور أكتر، وصوت واحد قال: الحقيقة يا تطلعك يا تدفنك جوانا. أحمد حس قلبه بيتقصف، والهوا حوالينه بيصرخ زي أصوات آلاف أرواح ضيعة. الضلمة حوالينه مش بس ضلمة، كأنها كائن حي بيتحرك، بيتلسم، بيزحف عليه من كل ناحية. الطفل اللي ظهر ابتسم ابتسامة سودة وقال: جاهز، دلوقتي الحقيقة هتشوفها بعينك. أحمد حاول يخطو، رجله تقيلة كأن الأرض نفسها مش عايزة تسمح له يتحرك. والضحك بدأ يكبر، مش صوت واحد، آلاف الأصوات جاية من كل حتة، من الجدران، من الأرض، من السقف. البيت اهتز، كتب على الحيطان، خطوط حمراء بتتحرك لوحدها زي دم بيجري. أحمد حس بحاجة تمسكه، مش شكل، مش جسم، بس ضغط بيشد في صدره. رجع خطوة، والطفل قال بصوت واطي: مين يرجع؟ مين يستسلم؟ كله بيتحاسب. والكتاب فتح لوحده، صفحات بتتقلب بسرعة، والسطور بتلمع بتناديه: اقرأ، اعرف الحقائق اللي محدش عايزك تعرفها. أحمد خد نفس عميق، حاول يسيطر على خوفه، وفي قلبه قرار: إما يكمل أو يهرب.